اتجوزت مين؟ اتجوزت جدع زين مليح يليق بيها. عاوز تقول ان وردة اختي وردة اتجوزت برا هوارة؟ اتجوزت شاب مسلم عارف ربنا وواد ناس طيبين. بنت الشيخ بدار اللي بيحافظ على تقاليد هوارة ويحكم بينهم. ايوه يا ولدي، الشيخ بدار حامل كتاب ربنا وخابر زين سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. عملتها يا ابوي. عملت الصالح يا ولدي. وصالح انك تهدمني وتهدم نفسك على كبر وتجيب لي للعار. ما تقولش عار يا ولدي، ده جواز، جواز على سنة الله ورسوله. لا، عار يا ابوي، عار، عار في عرفنا وفي تقاليدنا، عار، عار وما هنقدروش نخلصوا منه غير بدم. لا لا يا ولدي، دم لا. انت اول واحد خابر كده زين يا شيخ بدار. قل لي، لو حد جالك وقال لك بنتي هملت واد عمها واتجوزت من برا هوارة، كنت هتحكم عليها بايه يا كبير هوارة؟ هحكم بكتاب الله يا ولدي. وهوارة هيهملوك تدوس على تقاليدهم اللي من قديم الازل؟ هيهملوا واحد غريب ياخد بنتهم وعيالها يحملوا اسمه؟ يعملوا ما بدالهم. انت بتقول كده لان ما حدش عملها قبلك، قوم انت تعملها يا شيخ بدار. قول لي يا ابوي، لكن انا مش هسكت يا شيخ بدار، ومش ههملها تحط راسنا في الطين واصل. قول لي، هي وين دلوقتي؟ ووين الواد ده؟ خلينا خلص عاري. هتأذيها يا بدري؟ تأذي وردة خيتك اللي مالكش غيرها؟ لكن لا يا بدري، انا مش هقول لك قبل لا اعرف هتعمل ايه. هعمل اللي بتقول عليه تقاليد هوارة. انت متعلم يا ولدي. ده مالوش صالح بالعلام يا ابوي. قول لي يا ابوي، قول لي يا ابوي، قول لي الله يخليك. مش هقول حاجة واصل لحد ما ربنا يهديك وينزع الشر من قلبك. كده؟ لكن انا هعرف يا ابوي، وهعرف الحالي. وانا هطلع برا واصرخ واجمع هوارة واقول لهم بأعلى صوتي بنتي اتجوزت، انا اللي جوزتها ومتحمل مسؤوليتها. لا لا يا ابوي، احب على يدك يا ابوي، ما تصغرناش قدام هوارة، ما تهدمناش وتشمت فينا عدونا. اقول ايه انا للعربي دلوقتي؟ اقول ايه للراجل اللي مجهز الذبايح وعازم الخلق كلها؟ قول له الحقيقة يا ولدي. طب قول لي، قول لي انا يا ابويا الهي ربنا لا يسيئك، قول لي هي وين وانا مش هاذيها. هتعمل ايه عاد؟ هطلقها من الواد ده سكيتي وجوازها ياسين واد عمها ما دام هو خابر. مفيش فايدة، مفيش فايدة. ابوي، لاخر مرة يا ابوي، احب على يدك قول لي وديت البت وين؟ يعني ايه وديتها وين دي؟ ضيعتها اياك. ضيعتها وضيعتنا وصغرتنا. الله يسامحك يا ولدي ويهديك. اصل اللي انت عملته ده كمان ما منوش فايدة، الكذب ملوش رجلين. اخرس يا ولد اخرس. انا لو طلعت الهوارة هقول لهم الحقيقة. انا مراعي خاطرك لاخر دقيقة لما نشوفوا اخرتها. سواء قلت ولا ما قلتش الحكاية هتتفضح، وهوارة هتعرف ان وردة اتجوزت برا ولطخت تقاليدها في الطين، وساعتها انسلمت مني انا يا ياسين ما هتسلمش من غيري. ما حدش هيعرف طريقها واصل. طب قول لي انا، قول لي خلينا نلم المسألة قبل لا تكبر. البنت لو خلفت لنا عيل من راجل غريب ما هنقدروش ساعتها نعملوا حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابوي يا ابوي، انت ما كنتش قاعد وعيت لعنوان ابو البكري عمل كيف؟ انا ما فيش حاجة تهمني
غير مصلحة بنتي. انا مش ولدك يا شيخ بدار. ولدي، عينيا اللي بشوف بيها بعد نظري مراح. يعلم ربنا يا ولدي اني بعمل كل ده علشان اطهر نفسك من الشر وردك عن الجاهلية وخليك كبير بحق. كبير كيف يا ابوي؟ كبير كيف وانا راسي بقت في الطين؟ يا ولدي، الكبير هو اللي يغير الناس للصالح، مش اللي يطوعهم على الباطل. وانا اللي عامل كده يا ابوي؟ دي تقاليد لقيناها من 1000 سنة. غلط، تقاليد غلط. وانا كنت علمتك ليه ودخلتك الجامعة من دون هوارة؟ علشان تعوم على عومهم وتتبعهم في الخطأ؟ لا يا ولدي، دي عصبية وجاهلية، وشرع ربنا لازما يسود. ما فيش وقت للدرس ده يا ابوي، العربي زمانه جاي وهنتدلوا مصر. قلت لك همني يا ولد اقول لهوارة انها اتجوزت ومن دون علمك ونخلصوا. لا، قلت لك لا. كان امل انك توافق يا ولدي وتتحمل المسؤولية معايا ونقف لهم، لكن انا خابر انك مع الزمن هتعرف غلطتك. يا بدري، بدري، اهو العربي جه اهو. قول لي يا ابوي، مفيش فايدة؟ مفيش فايدة فيك يا ولدي. ما تطلع يا بدري. ايوه يا عربي، ايوه انا جاي اهو.